سؤال مفاجئ وخاص جدا عصب ميسي. habilita heladera. المهم انه الطبيعي ومن حقه انه يتعصب من السؤال، حتى ان الاراء تدرجت بين اللي احترم رد فعل البرغوث وبين اللي قال شعب الارجنتين منفتح صحيح بس مش للدرجه دي، عكس رونالدو اللي لما اتسال سؤال شبه ده اجابته كانت اكثر افصاحا، حتى لما اتربط السؤال بهدفه التاريخي ضد يوفنتوس. ولكن بعيدا عن الخصوصيات والمقارنات، ليه واحد جاوب بانفتاح شديد وواحد اتعصب جدا. دي مش مقارنه بينهم ولا محاولة لتوضيح مين أفضل من مين، لكن لكشف الفارق بين الشخصيات. سنة 2009 صحيفة جارديان عملت مقارنة بين شخصية ميسي وشخصية رونالدو، ووقتها كانوا على قمة العالم، وقالت إن رونالدو لو دخل غرفة فيها ناس فأول شيء هيعمله إنه هيبقى عايز يبهر الموجودين فيها بقوته البدنية واحترافيته وكاريزمته، أما ميسي فهيكون موطي راسه وهيتمنى إن تركيز الناس ما يضغطش عليه نفسيا. ودراسات كتير على الشخصيات وضحت إن الوصف الأول بيوضح إن رونالدو شخص منفتح، وده معناه إنه شخص مهتم ومهيمن وبياخد المتعة من اهتمام الناس بيه، وده من خلال تفاعلات اجتماعية وحماس ومخالطة الناس ونشاطات زي حفلات وتجمعات كبيرة وغيرها. أما الانطواء في الحالة التانية في وصف جارديان كانت إن الشخص طاقته بتزيد جدا لما يكون لوحده وتقل جدا لما يزيد تفاعل الناس معاه، فالانطوائي بيكون أكثر تحفظا وأقل صراحة في وجود مجموعة من الناس، وبيستمتع بالنشاطات الفردية، لدرجة إن دراسات علم النفس أكدت إنه من الشائع جدا إن المخترعين والفنانين والعلماء وغيرهم يكونوا أصحاب شخصيات انطوائية حادة، وده منعكس على الاتنين. يعني رونالدو قوته البدنية واضحة جدا في سن 40، أما ميسي فهو أشبه بشخص بيتجول في الملعب أو منعزل مستني مساحة عشان يصطاد ويشتغل فيها. وانتم في رأيكم هل فعلا التحليل ده بينطبق على ميسي ورونالدو؟